استقرار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 47 جنيه و52 قرش للشراء في البنك المركزي المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم، أهلا بكم في قناتكم اللي أقدم لكم فيها آخر وأحدث الأخبار الاقتصادية وأسعار الدولار في مصر. نبدأ على بركة الله في تناول الأسعار. سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 47 جنيه و52 قرش للشراء، 47 جنيه و65 قرش للبيع. في البنك الأهلي المصري سجل الدولار 47 جنيه و54 قرش للشراء، 47 جنيه و64 قرش للبيع. في بنك CIB سجل الدولار 47 جنيه و54 قرش للشراء، 47 جنيه و64 قرش، يعني تقريبا نفس أسعار البنك الأهلي المصري. وفي بنك الإسكندرية سجل الدولار 47 جنيه و49 قرش للشراء، 47 جنيه و59 قرش للبيع. وده بيوضح إن الأسعار مستقرة من أول الأسبوع ومفيش تحركات كبيرة في السوق. الاستقرار ده راجع لتحسن المعروض من العملات الأجنبية ودخول تدفقات استثمارية جديدة. في نفس الوقت السوق كله بيراقب يعني قرارات البنك المركزي اللي جاي، خصوصا اجتماع الفايدة اللي مستنيينه يشوف هيأثر أو مستنيين يعني إن احنا هنشوف هيأثر على الأسعار ازاي. وبكده نكون خلصنا. أتمنى أكون فدتكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة عشان أوصل لكم كل جديد. سلام.